لو بتحب المفاجآت يلا بينا. المفاجأة ليها طعم جميل كده قوي، علشان بتبقى حاجة احنا بمنتهى البساطة اساسا مش متوقعينها تماما، فبيبقى طعمها واحساسها بيبقى جميل قوي. تبقى قاعد في البيت وتلاقي جرس الباب رن تريرين تريرين، تفتح تلاقي حد كان وحشك قوي قوي وانت مش متوقع ابدا ان هو يجيلك. قد ايه بتبقى انت مبسوط جدا. او تلاقي حد كان وحشك قوي قوي قوي، اتصل بيك في التليفون وسمعت صوته، على الرغم من ان انت ممكن تكون مش مبسوط، بس صوته قد ايه بيديك طاقة كده غريبة جدا. ولازم نبقى احنا متفقين ان احنا مهما كنا كبار احنا برضو جوانا لسه اطفال صغيرين. لما تلاقي حد كده جاب لك اي حاجه من السويتس، ايوه اللي انت بتقول لولادك لا 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 دي كده غلط، بتبقى مبسوط بيها قوي قوي، وبتبقى حاسس ان انت عايز تاخدها كده وتطير بيها جدا. بتبقى فعلا بتحسسك كانك رجعت تاني ولسه صغير جدا. اجمل بقى حاجه بسطتني بصراحه واكيد بتبسط كل الناس، مش عشان احنا يعني بنحبش نشتغل ولا حاجه، لا. لما انت تبقى فعلا تعبان وتتفاجئ ان بكره ده اجازه. يا قد ايه الاجازه دي بيبقى طعمها كده حلو قوي قوي، ويبقى عندك استعداد تعمل فيها اكتر من حاجه. مش عشان خاطر يعني انت مش قادر وكده، لا، علشان طعم المفاجأة، ان انت حاجة مش متوقعها، جهزت نفسك ان انت خلاص نازل وظبطت الدنيا واتفاجئت ان الدنيا خلاص بكرة اجازة. الله الله، بتبقى الاجازة دي بتبقى مختلفة عن اجازة الويك اند تماما. لان اجازة الويك اند انت عارف انت هتعمل فيها واحد اتنين تلاتة او بتمشي ازاي زي كل اسبوع. لكن الاجازة اللي بتبقى في وسط الاسبوع دي، في نص الاسبوع، بتبقى مختلفة تماما تماما. زي ما احنا ما بنحب المفاجآت نفاجئ ولادنا، نفاجئ ولادنا ونعودهم على كده، وهننتظر منهم المعاملة بالمثل. يعني انا مثلا في نيتي ان انا اجيب توكة لبنوتي، ايه المشكلة ان انا اجيب شنطة هدايا واحط لها التوكة فيها؟ بص، حاجة بسيطة جدا. حتى على فكرة لو كانت سويتس يعني، بغض النظر يعني نشتري الحاجات الصحية يعني، حتى هتحطها في شنطة الهدايا هتلاقي الدنيا بقت مختلفة تماما. قد ايه هي بتبقى مبسوطة بيها. بس اول ما تدخل بقى تقول لهم بصوا انا غمضوا عينيكم، انا جايب لكم كده مفاجأة. عارف، حتى لو انت جايب لهم فاكهة زي ما انت ما متعود مثلا تجيب، غمضوا عينيكم غمضوا عينيكم، هيتبسطوا اكتر ما انت ما هتديها لهم كده. طبعا هما كده كده بيتبسطوا، بس هي الفكرة ان طعم المفاجأة بيبقى ليها الله طعم كده غريب كده، طعم كده مختلف. عارف، مع مرور الايام هتلاقي هما كمان بيتعاملوا معاك بالمثل. يعني اجمل احساس انت ممكن تحسه لما تلاقي طفل صغير ماسكك كده من ايدك ويقولك غمض عينك كده بقى، غمض عينك، ده انا محضر لك مفاجأة. عارف، بيبقى بتحس كده يا نهار ابيض، تقول ايه ده، انا ربيت ولا ايه؟ انا ربنا بيفرح قلبي، لان هي ممكن تكون جايه لك في وقت انت فعلا محتاج اللي يطبطب عليك، محتاج حاجه كده تبسطك وتدخل على قلبك كده الفرحه كده والسرور. عشان كده خلي حياتنا كلها مفاجآت في مفاجآت، بس المفاجآت طبعا الحلوة، بلاش المفاجآت اللي مش حلوة دي. غير حياتك وخليك بسمة حب. أسيبكم في رعاية الله.